السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعضينا بسيسة. انسي اي طريقة للبسيسة عملتيها او شفتيها او فكرتي تعمليها. يلا نشوف مكونات القمر ده ايه. معانا كوباية ونص من دقيق البسيسة، وكوباية ونص من الدقيق العادي، ومعلقتين من النشا. كل دول بنخلهم مع بعضهم وقلبهم مع بعض بالمنظر الجميل. لما كله يتجانس نحس ان هو خليط واحد. معانا السحر بقى، الفانيلا بالبرتقال. لا هتحتاجي عصير برتقال ولا هتحتاجي بشر برتقال ولا اي حاجه. كيس من الكيك شيف وذره من الملح. ومعانا كمان كوبايه من الميه الدافيه، كوبايتين من السكر، 5 بيضات بلدي، لو بيض عادي يبقى 3، كوبايتين صغيرين من الزبادي، لو كبيره يبقى كوبايه واحده، وكوبايه الا ربع من الزيت، معلقتين من الخل. هنبتدي كده ونكسر البيض بتاعنا في قلب بولة، ونضيف عليهم الفانيلا السحر. مش قادرة اقولك بجد سحر، ما بستغناش عنها للكيكة بالبرتقال ولا كمان البسيسة، بتوديها في حتة تانية خالص. نزلت بذرة الملح والبيض، وهنزل كمان بالكيك شيف على الدقيق بتاعي بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بخليهم كله يعني على الوش كده، لان انا بضرب سواء الخلاط او الهاند بلندر. نزلت بكوبايتين السكر، وكمان هنزل بكوباية المية الدافية. مية دافية، مش ما بتغليش، مش ساقعة، لا مية دافية. ومعلقتين الخل هننزل بيهم بالشكل الجميل ده. وهجيب كل ده ممكن تحطيه في الخلاط، لو ما عندكيش خلاط ممكن بالهاند بلندر، وكله تقلبيهم مع بعضهم بالمنظر اللي هنشوفه مع بعض. طبعا المقادير بتاعتك تبقى مظبوطة بالملي علشان تطلع معاكي تحفة. لو حابة ان انتي تقللي السكر ممكن تخليها كوباية ونص من السكر، لو عايزاها ان هي دلع شوية، بس دي مقاديرها كده مظبوطة قوي. عايزاها اقل في السكر بتحطي كوبايه ونص. بضربهم كده بالهاند بلندر كويس قوي. هضربهم وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين انا لا عايزه فوم ولا عايزه حاجه، هو بس ان السكر يمتزج مع البيض والخل والميه. انزل بقى بكوبايتين الزبادي ده زي ما قلت لكم، كوبايه صغيره. لو هتجيبي العلبه الكبيره اللي هي الاكبر من دي شويه، اللي هي تقريبا 250 مللي، يبقى هتحطي واحده بس، لان دي الكوبايه آه، آه، 100 جرام و25. فهتحتاجي كوبايتين من الصغيرة أو كوباية من الكبيرة. بنزل كده ما بخليش أي حاجة في الكوباية عشان مقاديري تطلع مظبوطة. وارجع تاني اضرب بالهاند بلندر لحد لما، او بالخلاط لحد ما كله يمتزج مع بعض. زي ما انتم شايفين المنظر بقى عامل ازاي. هنزل بالدقيق بتاعي، انا ما عملتش اي حاجه لان انا هضرب كل ده. ما تخافيش على الخلاط، تقدري تضربيه عادي لان القوام بتاعي سايل، مش تقيل قوي زي ما انت شايفه كده. بصي هوريكي القوام كمان عامل ازاي. يا دوبك بتخرجيه كده بيبقى عامل زي السرسوب. هنزل بالكوبايه الا ربع من الزيت، بس يا ريت يبقى الزيت ملوش ريحه. بلاش. ممكن على فكره تستعملي زيت التموين عادي، مفيش مشكله خالص، بس ما يكونش ليه ريحه نفاذه. وهضرب الخليط لحد لما الزيت بتاعي ده يختفي خالص بالشكل ده. شايفين القوام خفيف معايا، يعني ما تخافيش على الخلاط بتاعك، ان شاء الله مش هيحصل له حاجه. زي ما انتم شايفين الفقاقيع اللي ظهرت دي، شايفين انا بفضل اضرب لحد لما اتاكد ان كله تجانس مع بعض واختلط كله مع بعض. شايفه القوام عامل ازاي، سايل ازاي. هو ده القوام اللي انا عايزاه. جبت صينيه الوسط بتاعتي، وهنزل كنت دهناها بالزيت، وهنزل بالخليط بتاعي القمر ده في قلب الحله او الصينيه. لو انت عايزاها بحافه عريضه، يعني عايزاها اعلى من السمك اللي هتشوفيه ده، ممكن تحطيها في الحله بتاعه الكيك المخصصه للكيك، بس هتاخدي الحله الاصغر من الوسط، يعني اصغر مقاس اللي هو 25 تقريبا، دي مقاس 30. انزل كده بكل المكونات بتاعتي بالمنظر ده. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه حراره 165، ودي هضربها ضربتين. ليه بقى الدبتين دول؟ عشان كل الفقاقيع اللي ظهرت دي لما بتيجي تسويها، انا هسيب برضك جزء من الفقاقيع هوريكي ان لما بتيجي بتسويها هي الفقاقيع اللي بتخلي في مسافة ما بينك وما بين
ما بينها وما بين الكيكايه. طبعا انا ادي الفقاقيع ما عملتهاش كلها عشان اوريكي ان بيحصل فيها زي فراغ من الهواء. لازم تتاكدي ان هي تدبيها كويس قوي، تتاكدي ان ما بقاش فيها ولا فتفوته من الفقاقيع اللي عملت. حطيتها في الفرن لمده 45 دقيقه، طلعتها زي ما انت شايفه كده، شايفه المنظر بتاع ازاي. هوريكي كمان الفقاقيع من جوه. قطعتها طبعا بالشكل الحلو اللي انا طبعا ما استنيتش عليها، لان ولادي بيحبوا ان هم ياكلوها وهي سخنه شويه. شايفه المنظر يعني، بصي شكلها. هوريكي من جوه القوام عامل ازاي والارتفاع، بسم الله ما شاء الله. شايفه؟ بصي ادي الفقاقيع اللي انا كنت بقولك عليها، المنظر اهي، شايفاها؟ بصوا بقى، بصوا هشه ازاي تاكليها، لا في شرقه ولا في حاجه كده بامانه. قمر، وهم الوهم. ادي كمان هطلع لك بالنص عشان نتأكد ان هي مستوية 100%. طبعا بعد نص ساعة من وهي في قلب الفرن بتحطي زي خلة كده وتشوفي العجينة طلعت معاكي ولا استوت. وطبعا كل واحد على حسب الفرن بتاعه بتحطيه على درجة حرارة 165 في الرف الأوسط. شايفين الجمال؟ تحفة تحفة تحفة. والطعم حكاية، والفانيلا بالبرتقال بتوديها في حتة تانية، كأنك عاملاها بعصير برتقال. ولا هنحتاج لبن ولا هنحتاج عصير برتقال. وادي شايفة القوام، بسم الله ما شاء الله، هشة ازاي، رائعة رائعة رائعة. تقدري برضك تعملي نفس الطريقة دي للكيك، بتكون تحفة تحفة تحفة. اتمنى الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. بألف هنا وشوف على قلوبكم كلكم، وفي رعاية الله وحفظه.